السلام عليكم مشاهدين، لاباس عليكم بخير مزيانين؟ كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا ومنشارك معكم الكفته بالبصله ومطيشه في الفران، كتجي رائعه وكتجي لذيذه، كتجي غزاله تبارك الله ما شاء الله. كنتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا الطريقه ان شاء الله. ولا اول مره كتشوف هذه القناه ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش دائما يوصلوا الجديد. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم المزيونين اللي كديروا تحفزوني نزيد نعطي اكثر ما عندي. ومرحبا بالناس اللي متبعني دائما، ومرحبا بالناس الجداد، مرحبا والف مرحبا. بسم الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي كيلو ديال الكفته اللحم المفروم. عندي هنا واحد البصله صغيره مقطعه قطع صغيره كيف ما كتشوفوا معايا. عندي قزبر والمعدنوس. دابا كنضيف التوابل. عندي الملحه، الفلفله حمراء والكمون والابزار والقليل من الفلفل الحار. وكنعمل القليل من الزيت المائده كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا نبدا كنخلط هذيك الشرموله مع الكفته بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا حتى كتشرموا لنا الكفته ديالنا مزيان. وانتم على حسب العائله ديالكم بغيتوا تعملوا كيلو او نص كيلو اللي عندكم توفر. كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه ديال الكبسه في الفران كتجي غزاله تبارك الله. وديك الكبسه البصله ومطيشه كيجيو دايبين غزالين تبارك الله، كيجيو معلكن. نتوما تشوفوا معايا كيفاش كيجيو. كنشرم الكفته ديالي مزيان كيف ما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويكون خفيف ظريف على قلوبكم. بعد ما شرمت الكفته ديالي نخليها ترتاح. عندي هنا واحد جوج بصلات كبار وجوج مطيشات قطعتهم دوائر كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. غناخذ واحد الصينيه ديال الفرن كيف ما كتشوفوا معايا. غنبدا كنستف البصله كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. يعني طريقه سهله واكله سريعه دغيا كتوجد، خفا زربا. توجدوها في الغداء اولا في العشاء. انا بغيت نشارك معكم الغداء ديالي، كنتمنى يعجبكم. كنستف البصله ديالي كامله كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وكنشكركم على التعاليق ديالكم المزيونين، كديروا تحفزوني نزيد نعطي اكثر ما عندي. وكنتمنى تكونوا كتفرجوا الفيديوهات من الاول حتى الاخر. جزاكم الله خيرا. باش ما تضيعونيش جزاكم الله خيرا. حيت الفيديو ما كتصوري راه كضربي فيه تماره عاد باش كيوصل لكم. كنتمنى تفرجوا فيه من قلبكم. دابا نعمل مطيشه كيف ما كتشوفوا معايا، حتى هي قطعتها دوائر بهذا الشكل هذا. كنعملها فوق هذيك البصله. كنستفها كامله بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنعمل قليل من الابزار كيف ما كتشوفوا معايا، وقليل من الملح باش مي كطيبناش عشان نعملها طيب هي الاولى. نتوما تشوفوا معايا. وكندير قليل من الزيت المائده، غير واحد شويه باش البصله ديالنا ومطيشه ما يطيبوناش يبسلن، يجيو لذاذين بديك الملحه والابزار. ونعملهم في الفرن. الفرن عندي سخون. نعملهم واحد شويه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. بعد ما طاحت لي ديك البصله ومطيشه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. دابا نبدا كنستف الكفته ديالي. نتوما بغيتو تعملوها طويله اولا مدوره اللي بغيتو، يعني داكشي كيبقى اختيار ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا دابا كنستف الكفته ديالي فوق هذيك البصله ومطيشه. بعد ما عملتهم في الفران هما الاولى وطاحوا واحد شويه، عاد نعمل فوق منهم الكفته كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. يعني اكله سريعه خفيفه وكتجي لذيذه في نفس الوقت. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تعملوا لايك باش الفيديو يطلع يشوفوه الناس بزاف. وكنستمر نفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي الكفته كامله. كنستفها بهذا الشكل هذا. والفران راه عندي سخون. كنشعل الفران من الفوق ومن التحت العافيه تكون مهيله. وكنعمل الكفته ديالي في الفران حتى كطيب دغيا كطيب، ما كتاخذش شي وقت طويل.
كنستفها كامله كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما استفت الكفته ديالي كامل، دابا نعملها في الفران طيب ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما توجد. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الكفته ديالي وجدات، كتجي تبارك الله غزاله وطايبه، وديك البصله ومطيشه كيجيو معسلين. كيف ما كتشوفوا معايا كتجي اكله رائعه خفيفه وسهله دغيا كتوجد، ما كتاخذش شي وقت طويل. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه، يعني سهله وكتجي مزيونه بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا هو الشكل النهائي ديال الكفته ديالي بالبصله ومطيشه، كتجي غزاله تبارك الله. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا، كتجي مزيونه بزاف واكله خفيفه ظريفه سهله سريعه في التحضير. كنتمنى عجبكم هذا الفيديو هذا، ما تنساوش تعملوا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وخليت لكم الراحه الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.